السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار فن التصميم المنتوج وعملية إنجاز إون ماكيت فيرتويال بالصورة ثلاثية الأبعاد لا 3D، خديت لكم في هذا الدرس هذا كنابي مولاي ديال الديزاينر المغربي هشام الحلو اللي كيبقى من المراجع فن التصميم المغربي باش نصاوبو 3D في برنامج بلندر. ناخد الصورة نسجلها عندي، ناخد برنامج ديال الرسم المتجهي انكسكيب، ويمكن لي ناخد إلوستراتور، ومن خلال الصورة اللي سجلت من الانترنت ديال كنابي مولاي نقوم بعمل فيو دو فاس من خلال اسقاط بحساب ذهني وبشكل تقريبي تدريجيا حتى نكمل العمل ديالي. ثم كنكمل لا فيو دو فاس، نشوف العمل النهائي ديالي، ثم نسجلو اس في جي. الا كان عندي إلوستراتور طبعا غنسجلو اي انه غنحتاج ليه في بلندر، يكون بهاد الاكستنسيون هادي. اذا بغيت برنامج بلندر ندخل للسيت blender.org، نمشي للتيليشارجمون وناخد هنايا تيليشارجي عندي ونانستاليه من بعد. اذا على بركة الله نفتحو بلندر من هنا ولا من بروغرام فايلز. باغ ديفو كاين ان كوب سوبريميه من الكلافيي، ومن بعد نوجد لي فيو ديالي في الانترفاس اللي قدامي باش نستانسو شويه بالانترفاس ديال لوجيسيال. كما كتشوفوا بوطون دروا وكندير سبليت اريا باش كنجزء ونحدد لي فيو ديالي. كتعرفوا كاينه لا فيو دو توب اورتوغرافيك، ومن بعد فيو دو فاس اورتوغرافيك فرونت، ومن بعد سايد فيو دو كوتي اورتوغرافيك، والاخيره فيو كاميرا بيرسبكتيف كتمثل فضاء ثلاثي ابعاد. الان نجيب لو بلان اللي نجزت في انكسكيب ونحدد من خلال فيشي امبورتي لو فورما اس في جي، نبحث على الفيشي فين كاين، ثم نعمل امبورت اس في جي ونضيف لوبسيون سيباريت كيرفز باش يجيو لي تراسي ديالي مفرقين. لو سونتر دو ترانسفورماسيون بعيد على المساحات ديالي، اذا نمشي هنا ونعمل سنتر نيو باش يكون وسط العناصر كلها. عندي هاد لو بلان ديالي خصو يكون في لا فيو دو فاس هنا، في حين انه جاني في لا فيو دو. تناخد من الكلافي لا توش ار ومن بعد كونترول وندور 90 درجة باش نحصل عليه في لا فيو دو فاس. هكذا مزيان. لا فيو الاولى فيو دو فيو دو فاس بوي فيو دو كوتي و فيو بيرسبكتيف. العناصر كلها مجزئة على بعضياتها البعض. كنكليكي بوطون دروا الا بغيت نختار كل عنصر بوحدو. ناخد هاد الجزء الان ومن انطلاقا من المساحة نعمل حجم بسيطة الطريقة وهي اكسترود. ناخد هنا 20، لاحظ انه ولا حجم،
ثم نتصرف حتى الحجم اللي يكون بالنسبة لي منطقي. عندي هذا الانكسار في الزاوية بيفل ديبت، ندير فيه 0.010 باش يكون عندي الانكسار نسبيا ماشي حاد. ثم نمشي مرة أخرى للجزء الآخر بنفس المقاييس، وكنحصل على الأحجام ديالي في هاد الجزئين من الكنابي، يعني يكونوا لي زاكودوار. نفس الطريقة بغيتو نضغوا فوق المساحة اللي غتمثل لاسيز، بارامتر كنشوفهم على الشاشة. الاكسترو ديالي طريقة بسيطة جدا باش نحصل على أحجام من خلال المساحات، طريقة موديلينغ بسيطة جدا، لا موديليزاسيون اون فرونسي. من بعد في دروس أخرى ربما نتطرقوا لطرق موديليزاسيون اللي هي شوية تكون نسبيا معقدة بطريقة بسيطة جدا. حتى الموضوع اللي اختاريت يعني تيتماشى مع هاد الطريقة في عمل نمذجة. إلا بغيت نتصرف، بغيت نحرك الأجزاء ديالي، سهل جدا. كناخد المثلث الأحمر أسفل ديال الخانة اللي فيها لا فيو اللي أنا كنشتغل عليها، ونمشي لاكس إكس يكغيك زد، نختار لاكس اللي بغيت نحرك في اتجاهه، ونكليكي كليكي جليسي، وراه اوتوماتيكمون كيتحرك. بطبيعة الحال إلا بغيت نحركو في اتجاهات مختلفة تنمشي للدائرة البيضاء وتنحرك حتى كنقتنع بالمكان والخيار. نرجع مرة أخرى نكمل الأشكال الأخرى، نحولها إلى أحجام. هنايا هادي زاكودواغ هادو هنا غادي يكونوا بالثوب، إذا ضروري خصني نلطفهم شوية في الحواف ديالهم. طريقة كنضيف أو نعمل فوق الصفر بيف ريزول ولا بيف ريزوليسيون، باش كيحاول يكون فيه واحد الليونة في الانكسار، باعتبار أنه غيكون مصاوب من الثوب ولا الجلد، ماشي بحال الأجزاء الأولى اللي كانت فيها انكسارات حادة اللي هي غنمثلوها بالخشب، غتكون خشب طبعا ماشي بحال الثوب.